السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه الزيت مغليش. خلي بتوع وفاء دول على جنب، السمبوسه بتاعت وفاء دي خليها على جنب، حمرها لها اخر حاجه كده مش هتفطر على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده 19 ولا 20؟ 20 صح؟ 20. كل سنة وانتم طيبين. تلتين رمضان عدى كده. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يعود علينا ان شاء الله بالخير واليمن والبركات السنة الجاية كمان. النهارده ماما هي اللي طبخة مش انا. عشان بس ايه تو بي فير يعني، عشان نبقى ماما بقى عامله لنا ايه النهارده؟ عامله لنا لوبيا. فهي قررت انها تقول لنا طريقه اللوبيا، لان ماما في اللوبيا خطيره، يعني احنا بنستنى ماما تعمل اللوبيا علشان ناكلها والله العظيم. بعد كده لوبيا بقى. قولي لنا بقى ماما كده طريقه اللوبيا في السريع، احنا بنحضر السمبوسه. علي صوتك كده عشان الناس تسمعك. واشوفكم على خير ان شاء الله، وسنه سعيده عليكم باذن الله، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. بصوا قبل ما ماما تقول لكم طريقه اللوبيا، انا عايزه اقول لكم حاجه لذيذه قوي بتسهل عليا كتير قوي في الطبخ الحقيقه لما بعملها. لما بسلق اللحمه بحطها في الثلاجه، ده بيسهل عليا اي طبخه ثانيه، لان تقريبا اكتر حاجه بتاخد وقت هو سلق اللحمه. فاحنا كنا سالقين لحمه اوريدي، ماما بقول لهم بقى الصلصه بتاعت اللوبيا عملتيها ازاي وعملتي ايه في اللوبيا؟ بجيب اللحمه طبعا لو انا مش سلقاها واحطها في الثلاجه يعني، انما لو ما حطيتهاش سهل معايا، انما لو مش سلقاها احطها في الثلاجه. بعمل ايه؟ بجيب البصله احمرها، وبعد ما احمرها برمي عليها اللحمه، واحط فلفل اسمر والحاجات دي البهارات بتاعتها، وافضل اقلب فيها لغايه ما ايه؟ تاخد لون البصله. يعني البصله تصفر وبعد كده ننزل بالصلصه؟ بالظبط. لا الاول احنا تصفر البصله واروح حاطه عليها اللحمه. اللحمه ما تاخد لون البصله كويسه قوي تنزل. يعني من الاخر بنحمر كده اللحمه في البصله، وبعد كده بنروح نازلين بقى ايه؟ كده انزل عليها بقى بالايه؟ بالصلصه بالظبط كده، صلصه الطماطم لغايه ما تتسبك كويس قوي. هكون سالقه بقى ايه؟ اللوبيا على جنب، يعني مش مستويه قوي. اوكي، يعني اللوبيا بتتسلق الاول لوحدها شويه، وبعد كده بعد ما اللحمه تغلي مع البصلايه وتاخد لون البصل بتتسبك، بنروح حاطين الطماطم، وبعد كده نحط اللوبيا على طول. اول ما نسيب اللحمه تستوي شويه، اول ما تقرب تستوي اروح رامي عليها اللوبيا. عرفت بقى انا ليه ما بسلق اللحمه الاول؟ عشان ما اقعدش بقى استنى اما تتعمل. فاسمعوا مني، اللحمه تتسلق تبقى جاهزه في الثلاجه، اي وقت تحبوا تعملوا اي نوع من انواع الخضار، هتبقوا بس مستنيين الصلصه والتسبيكه. ذاتس ات. مستعجلين هتعملوا ده الاول. فالنهارده احنا عاملين، او ماما يعني عامله اللوبيا وعامله ارانب دي عشاني انا، عشان انا بحاول اعمل دايت اليومين دول، والله بحاول اعمل دايت، اقسم بالله بحاول اعمل دايت على قد ما اقدر. فالنهارده انا هاكل شوربه خضار ان شاء الله وارانب، ويعني ما يضرش لو خدنا حته سمبوسه يعني في وسط اللذاذه دي، لان السمبوسه خطيره. ماما انا هتطلع فيا غالبا باكلها ارانب عشان رجلها ما توجعش. هي ماما مقتنعه ان الارانب بترد الصحه وبتخلي الصحه حلوه. طبعا دي شياله طول السنه مسكينه. المهم انا قلت لكم كده دلوقتي، ما انا وماما خلاص طريقه اللوبيا، لو عندكم اي اسئله قولوا لنا عليها، وانا عايزه افتح اصلا اوريكم حله اللوبيا دلوقتي. كمان يا ريت. لا بص، بكره لازم، لا بكره رز معمر بقى. اقول لكم طريقه الرز المعمر. خليني اوريكم دلوقتي حله اللوبيا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لوبيا اهي بصوا باللحمه، لوبيا باللحمه ومستويه وطريه وطعمها خطير. دي السمبوسه اهي في القليه دلوقتي. الارانب اهي بتتحمر. ماما بتحمر الارانب حمرت اهي خلاص. وفي كمان محشي اهو. عندنا محشي على فكره ورق عنب بقاله 3 ايام، طلعناه من الثلاجه وبنسخنه عادي جدا وهناكله برضه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. النهارده الفطار كان لوبيا ورز وارانب، ولوبيا كانت باللحمه طبعا، شويه سمبوسه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. بكره احلى واسهل طريقه لاخطر رز معمر هتشوفوه في حياتكم، مش هقول اكتر من كده. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.